أهلا بكم. فخ إسرائيلي جديد للجيش المصري. إسرائيل بتطلب من مصر إدارة قطاع غزة مقابل سداد الديون المصرية 155 مليار دولار. الكلام ده مين اللي قاله يا جماعة؟ زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد في زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، بيعرض على ترامب خطة بتقول إن مصر تتولى قطاع غزة لمدة من 8 ل 15 سنة، من 8 سنوات ل 15 سنة، مقابل سداد الديون الخارجية للدولة المصرية 155 مليار دولار. بيقول إحنا عارفين إن الدولة المصرية بتمر بأزمة اقتصادية، علشان كده لو مصر دارت قطاع غزة هنشيل الديون الخارجية عن مصر. الخطة اللي قالها يائير لبيد زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس الوزراء السابق، أهم بنود هذه الخطة: واحد، سيطرة مصر على قطاع غزة إداريا وأمنيا. مصر يا جماعة هي اللي هتدير قطاع غزة. اتنين، الوصاية المصرية على القطاع تستمر لمدة 15 سنة، وبعد ال 15 سنة تكون مصر قضت تماما على حركة حماس وعلى سلاح حركة حماس، وتنتقل بعد ذلك الإدارة إلى السلطة الفلسطينية. ثلاثة، يتولى المجتمع الدولي في المقابل سداد الديون الخارجية للدولة المصرية. أربعة بقى، والشرط ده يعني إيه؟ لازم نحط تحته 100 خط: تسمح مصر لأي مقيم في غزة لديه مكان يذهب إليه أن يفعل ذلك. يعني الراجل ده بيقول إن مصر تسمح للهجرة الطوعية من قطاع غزة. ومصر لما تفتح الحدود 3/4 سكان قطاع غزة نظرا للحياة المعيشية الصعبة هناك هيهاجروا ويسيبوا القطاع، وتنجح إسرائيل في خطتها لتهجير أهالي قطاع غزة. أيضا تعمل مصر على منع تهريب الأسلحة وتدمير الأنفاق والبنية التحتية لحركة حماس. يا جماعة، حركة حماس في بيان من يومين بيرفضوا تدخل أي قوات عربية داخل قطاع غزة، وبيقولوا أي قوات عربية هتدخل هنعتبرها عدو للشعب الفلسطيني. الخطة بتاع إسرائيل عاوزة تدمر الجيش المصري. الجيش المصري لما يخش، حركة حماس طبعا مش هتقبل بدخول الجيش المصري، هيتم اشتباكات بين الجيش المصري وبين حركة حماس، هيبقى في خسائر كبيرة للجيش المصري وخسائر كبيرة لحركة حماس، وده المطلوب إثباته، وده اللي عاوزاه حركة إسرائيل. في ناس كتير مغيبين بيقولوا خلاص الخطة ديت هتريح الاقتصاد المصري وهتريح الشعب المصري ونرحب بهذه الخطة، لكن الحقيقة إن الخطة دي ذريعة لتنفيذ مخطط التهجير وإنهاك الجيش المصري. الخطة دي يا جماعة خطة يعني من خلالها هيتم تدمير حماس نهائيا والمقاومة نهائيا، وإضعاف الجيش المصري اللي مش قادرين عليه، يعني اللي مش قادرين على مواجهته، قال لك نوقعه في حركة حماس ويفضوا على بعض بالراحة كده وإحنا قاعدين نتفرج عليهم. إضعاف الجيش المصري اللي عامل رعب لإسرائيل، مش هتقدر عليه إسرائيل إلا بهذه الخطة. طبعا دي خطة فاشلة لم ولن تقبل بها الإدارة المصرية. الخطة دي يا جماعة الدولة المصرية أكبر من كده بكتير، وهم لسه مش فاهمين أيديولوجية الإدارة المصرية. مصر يا جماعة عندها واحد من أقوى أجهزة المخابرات في العالم، عندها واحد يعني الدبلوماسية المصرية على أعلى مستوى، عندنا جيش مصري على أعلى مستوى. الناس ديت
مغيبين وفي دماغهم إن مصر هتنساق وراء الأموال وتسديد الديون. مصر مش هتبيع القضية الفلسطينية. مصر لن تبيع القضية الفلسطينية ولن تفرط في حق الشعب الفلسطيني. يا جماعة، قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية. عاوزين مصر تدير القطاع، ما عندناش مشكلة ندير القطاع، بس قبل ما ندير القطاع يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 67. لو حصل كده ما عندناش مشكلة، وندير القطاع، وإن شاء الله منصورة يا بلادي.